استنكر الكثيرون الخطأ الذي قامت به الفنانة أنغام في حفل جوي أووردز، فلم يمر حضورها مرور الكرام، خصوصا بعد ما قالته على المسرح عند تسلمها الجائزة. حصلت أنغام على جائزة الفنانة المفضلة، حيث سلمها الجائزة كل من الممثل السوري سامر المصري والممثلة السورية ديما، إلا أنه عند صعود أنغام إلى المسرح قالت أمام الجميع: كنت منتظرة أبو ناصر يسلمها لي، بس مش مشكلة. وتعليقا على كلام أنغام، نشرت إحدى الصفحات الفيديو عبر تويتر وتغريدات كثيرة قالت بأنها قامت بخطأ فادح، وهو غير احترام للفنانين السوريين الكبار الذين قدموها للجمهور. كما استنكروا كلمة كنت منتظرة، وأحدثت الكثير من الجدل وتعرضت للهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب تصرفها، والذي اعتبره الناس وقاحة وقلة أدب. وقال البعض أنه حتى إن كان عفويا فإنهم يستغربون أن تكون فنانة بحجمها تفعل هذا الشيء، وأنه عيب. واعتبره البعض إحراجا للفنانين السوريين الكبيرين. يذكر أن الجوائز الفخرية سلمت للنجوم كعبارة شكر وتقدير منه لهم. يذكر أن تركي آل الشيخ كان المسؤول عن تسليم الجوائز الفخرية للنجوم كعبارة شكر وتقدير منه لهم، بعيدا عن التصويتات والترشيحات. أما بالنسبة لجائزة أنغام فقد استلمتها بناء على تصويت الجمهور. وقامت الممثلة ديما بالتعبير عن رأيها على تويتر، كتبت قائلة: تعلمنا احترام المسرح، خشبة الجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك تخونه الكلمة والتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق. ودافع عنها الكثير حيث قالوا أنها فنانة أسطورية لها 35 سنة بالفن، لم تقصد الإساءة والتقليل من أحد، وأن هذا قالته بابتسامة وبكل احترام.